في مباراة عكس توقعاتنا كلنا، ان احسن المتفائلين من جماهير نادي الزمالك كان يقول لك انا اتوقع ان احنا يا ريت حتى نتعادل قدام المصري بالاداء اللي الزمالك قدمه قدام وادي دجله. الزمالك بيفوز على المصري 3-0، فوز اداء ونتيجه. الزمالك مش كسبان مثلا 1-0 2-1، لا الزمالك كسبان 3-0، فرق 3 اهداف. اللقاء كان خالف توقعاتنا كلنا احنا شايفين ان احسن اداء جماعي بيتقدم في الدوري السنه دي هو اداء المصري مع نبيل الكوكي، مع مجموعه اللاعبين المتناغمين جدا، عاملين اداء كويس جدا مع الاهتزاز بتاع نادي الزمالك. كلنا توقعنا نتيجه عكس كده خالص، يعني احنا كله كان متوقع سواء اهلاوي او زملكاوي ان الزمالك هيخسر او على الاقل هيتعادل. لا الزمالك خالف توقعاتنا خالص، والمباراة خلصت 3-0 عشان الزمالك يعزز رصيده في صدارة ترتيب الدوري ويرجع المصري تاني، لان المصري كان هو المتصدر. الزمالك بعد الفوز ده بقى هو متصدر الدوري.